يا مساء الفل. النهارده معانا قصة مش عادية، قصة ممكن تغير نظرتك للدنيا كلها. قصة واحد بدأ من الصفر، لا من تحت الصفر كمان. شاب بسيط كان بيشتغل في بقالة، وعيلته على قد حالها، ولا كان عنده كاميرا ولا جهاز مونتاج ولا حتى دعم من أهله في الأول. ورغم كل ده بقى واحد من أشهر اليوتيوبرز في الوطن العربي كله. أهلا بكم في قصة الأسطورة أبو فلة. أبو فلة أو حسن سليمان شاب صومالي بسيط جدا، اتولد واتربى بالكويت. وكان من وهو صغير متفوق في الدراسة، يعني كان بيحب يذاكر ويجيب درجات حلوة، وكان حلمه يكمل تعليمه ويوصل لآخر الدنيا في الدراسة. لكن الدنيا ليها رأي تاني، ولما دخل الجامعة اصطدم بالواقع الصعب. أبوه قال له بصراحة يا ابني، أنا مش هقدر أتحمل مصاريف الجامعة بتاعتك، أنا بصرف على إخواتك التانيين. وهنا كانت أول صدمة كبيرة في حياته. أبو فلة ما استسلمش، وقرر يدور على شغل يساعد فيه البيت. وأبوه جاب له شغل في بقالة، بس حسن ما قدرش يتقبل انه يشتغل في حاجة مش بيحبها، ورفض. قعد فترة تايه مش عارف يعمل ايه، لا تعليم ولا شغل ولا حلم. في الفترة دي صاحبه سالم ابو عسكر قال له يا عم تفتح قناة يوتيوب ونشوف رزقنا. وفعلا سنة 2016 حسن فتح قناته وسماها جيمز فلة، وكان ناوي هو وصاحبه يمشوا القناة مع بعض. بس بعد شهر واحد سالم ما بقاش ينزل فيديوهات، وساب حسن لوحده. وهنا بدأت المغامرة الحقيقية. بدأ حسن ينزل فيديوهات عن لعبة فيفا 17، شروحات بسيطة كده وكلام عن المهارات في الجيم، ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حسن من قناة جيمز فلة. كان صوته صغير وكلامه مرتبك شوية، لكن عنده شغف، شغف بيكبر مع كل فيديو بينزله. المشاهدات أكيد قليلة، بس كان فرحان بيهم، كل واحد بيتفرج كان بالنسبة له كنز. لكن هنا بدأت المشكلة تكتر. أبوه كان مستنيه يلاقي شغل، ومش عارف إن حسن بيحاول يبني مستقبل على يوتيوب. ولما عرف قلب عليه الدنيا، وقال له إن الشغل ده حرام ومضيعة وقت. بس حسن فضل مستمر في صمت، بيصور وبينزل وبيحاول. وفي سنة 2017 قرر يكشف وشه لأول مرة. وهنا الدنيا اختلفت، والناس بدأت تحبه أكتر لأنه حقيقي وبسيط وابن ناس. بدأ ينزل محتوى عن باتل فيلد، وبعدين فورتنايت، واللعبة كانت ضربة وقتها، وأي فيديو بينزله عليها كان بيجيب آلاف المشاهدات. وفي 2018 وصلت قناته ل100,000 مشترك، وساعتها قال على 100,000 مشترك هعمل فيس كام دايما. ومن هنا بدأ الشكل الاحترافي للقناة. بس الدنيا ما بتمشيش على مزاج حد. الناس بدأت تقول له إنه بيقلد بندريتا، وإنه بيحاول ياخد أسلوبه. بس حسن طلع بفيديو رد فيه على كل حاجة، قال أنا مش بقلد حد، دي شخصيتي. ورجع يكمل، والناس بدأت تفهمه وتحبه أكتر. نطينا على 2019، حسن دخل عالم بابجي. ويا سلام على فيديوهات ومفيش حد محترف، بس ردود فعله وصرخته كانت بتخلي الناس تموت من الضحك. لقبوه بجلاد بوشينكي. وفجأة 1,000,000 مشترك، بعدها 2، وبقى نجم بمعنى الكلمة. أبو فلة قرر يغير المفهوم بتاع اليوتيوبر، إنه مش بس بيعمل تحديات أو محتوى مضحك. في 2020 على 5,000,000 مشترك أطلق أول حملة تبرعات لبناء مسجد في موزمبيق. وسبحان الله الناس كلها دعمت، والمبلغ اتجمع بسرعة. وبعدها عمل حملات لعلاج العيون، وبناء مستوصف في اليمن، وتكفل بأيتام، وجمع ملايين اللايفات عشان اللاجئين. ومن هنا بقى رمز للخير، وكل الناس بدأت تحترمه، مش بس كيوتيوبر بل كقدوة. بس زي الشهرة ليها تمن، النجاح ليه تحديات. بعد ما وصل ل25 مليون مشترك قرر يعمل أقوى سيت اب في العالم، جهز فيلا كاملة بمعدات محترفة. لكن بعد شوية صاحب الفيلا طلبها، والشركة اللي كانت ماسكة له المشروع خانت الاتفاق، وحرفيا خسر أكتر من 4 مليون ريال سعودي. ودخل في دوامة، وسحب عن القناة، والناس مش فاهمة هو فين. لكنه رجع، ورجع أقوى من الأول. رجع على بيت جديد، وبدأ محتوى شبه مستر بيست، لكنه بطابع أبو فلة. فتح قناة جيمنج لوحدها، وفيديوهاته بتعدي 1,000,000 كل يوم. طبعا أبو فلة رمز كبير لنجاح اليوتيوبر، والنجاح طبعا مش سهل. ده أكبر دليل إن أبو فلة استمر، رغم إن صاحبه
قطع عن القناة وأبو فلة استمر هو في نشر الفيديوهات. لكن دلوقتي النهاردة أبو فلة عنده أكتر من 45 مليون مشترك، وقناته جابت أكتر من 7 مليار مشاهدة. يعني تقريبا العالم كله شاهد فيديوهاته. شاب بسيط ما كملش تعليمه بسبب الظروف، ما لقاش شغل، حتى أهله كانوا مش مؤمنين بيه، لكن بالإصرار والشغف وحب الناس بقى رقم صعب في العالم العربي. لو انت دلوقتي بتمر بظروف صعبة، بص على قصة حسن وابدأ، حتى لو من بلكونة بيتكم، حتى لو من موبايل مكسور، المهم تبدأ وتكمل. أنا حاليا كنت منقطع عن اليوتيوب وبإذن الله هكمل. واوعى تنسى لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس واديني لايك جامد كده، واكتب لي في الكومنتات ايه أكتر حاجة عجبتك في قصة أبو فلة، وهل ممكن يجي يوم وتبدأ زيه ولا ايه. أنا مستنيك، وسلام.